في المتفق عليه لأبي رضي الله عنه حديثان أعطني إياهما وأعطني الأبواب التي جاء فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الدعاء في الصلاة. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي وفي بيتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. الذي قبله في حديث سعد رضي الله عنه الذي قبله، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه الذي قبله، وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان والأبواب التي بعده: باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال. باب الذكر بعد الصلاة. باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها. ما هو الحديث الذي فيه؟ وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها. وفي رواية: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة. أحسنت. نافع: جاء لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في المتفق عليه حديثان أعطني إياهما بتبويبهما. باب قول الله عز وجل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وفي حديث عمر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لقد أنزلت علي ليلة سورة هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ثم قرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. أحسنت. الذي بعده: باب متى يحل فطر الصائم. وفي حديث عمر بن الخطاب رضي والذي الله بعده: عنه باب التعجيل بالإفطار عن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الثاني في حديث عمر رضي الله عنه: باب إنما الأعمال بالنية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. والذي قبله: باب ما يتمنى أن يرجع من يتمنى أن يرجع إلى الدنيا عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحاديث الأسود عن عائشة أعطني إياها. باب صلاة الليل عن أسود قال: سألت عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. والثاني عن الأسود قال: سألت عائشة، وذكر عند عائشة أن عليا كان وصيا فذكرت وقالت: فمتى كان وصيا والنبي صلى الله عليه وسلم قد توفي في حجره. أحسنت. عبد الرحمن: أعطني أحاديث عمرة عن عائشة رضي الله عنها. عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. ما هو بابه؟ باب لا تمنع النساء المساجد إلا لعذر. والباب الذي بعده: باب إذا استأذنت المرأة زوجها في الخروج من المسجد وغيره. باب إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. باب كفارة البزاق في المسجد. حديث معاذ عن عائشة رضي الله عنها. معادة أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها: أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت: أحرية أنت؟ كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به. طيب، السنة النبوية اعتنت بالعناية التامة والتأكيد الشديد على لزوم جماعة المسلمين والحرص على الالتزام بما يؤدي إلى العناية بالجماعة والسمع والطاعة بالمعروف. ماذا تحفظون من الأحاديث في ذلك؟ من عندك عبد الرحمن. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر. موطن الشاهد. قلت: فما تأمرني يا رسول الله؟ أعطني موطن الشاهد. قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن؟ نافع: في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون أثرة وأمور تنكرونها. قلت: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. ثانيا: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية. الحديث. عبد الرحمن: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا وأن يستعمل حبشي كأن رأسه زبيبة. ثانيا: وعن حذيفة رضي الله عنه: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال: نزلت في عبد الله بن حذافة إذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية. باب قوله: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. الباب الذي بعده: باب السمع والطاعة الإمام مما لم تكن معصية. أحسنت، بارك الله فيك. إبراهيم: أعطني كتاب العلم من مفردات البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العلم. باب لا يستطاع العلم. كتاب العلم. باب من أتم الحديث ثم أجاب السائل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم
في مجلس يحدث القوم إذ جاءه أعرابي فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع، حتى إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه قال: أين السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. الذي بعده. باب كتابة العلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما من الذي بعده. باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه. طيب، كتاب العلم من مفردات مسلم. كتاب العلم. باب لا يستطاع العلم براحة الجسد. وعن يحيى بن كثير قال: لا يستطاع العلم براحة الجسد. باب من دعا إلى هدى أو ضلالة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجور مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا. كتاب العلم من سنن الدارمي. كتاب العلم. باب بركة علم الرسول صلى الله عليه وسلم. وعن معاوية بن قرة قال: لو أن أدنى هذه الأمة علما أخذت أمة من الأمم بعلمه لرشدت تلك الأمة. باب فضل أهل العلم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: وما نحن لولا كلمات العلماء. باب فضل مجالس أهل العلم. وعن وهب بن منبه قال: مجلس يتنازع فيه العلم أحب إلي من قدره لصلاة لعل أحدهم يسمع الكلمة فينتفع بها سنة أو ما بقي من عمره. أحسنت. محمد، أعطني كتاب الزهد من صحيح ابن حبان. كتاب الزهد. باب إذا أحب الله تعالى عبدا حماه الدنيا. عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم من آمن بك وشهد أني رسولك فحبب إليه لقاءك وسهل عليه قضاءك وأقلل له من الدنيا. ومن لم يؤمن بك ولم يشهد أني رسولك فلا تحبب إليه لقاءك ولا تسهل عليه قضاءك وأكثر له من الدنيا. باب الخوف من الله تعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل قال: وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين، إذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة، وإذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. أمنته يوم القيامة. طيب، كتاب الزهد من الحاكم. كتاب الزهد. باب ما جاء في الأمل والأجل. عن ابن مسعود رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا ولا يزدادون من الله إلا بعدا. طيب، أعطوني كل واحد منكم يعطيني واحدا ممن ليس له حديث في الكتب 18 إلا حديثا واحدا، يعني لم يمر عليكم أنتم في مجموع محفوظكم هذا إلا مرة واحدة. نبدأ من عندك يا نافع. معيقيب، أعطني الباب الذي هو فيه وحديثه. نعم. باب مسح الحصى. باب مسح الحصى في الصلاة. عن معيقيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الرجل يسوي التراب حيث يسجد إن كنت فاعلا فواحدة. سنت. محمد. باب ما جاء في الإسراء والمعراج. عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان. سنت. إبراهيم. وعن مرداس الأسلمي رضي الله عنه قال: يذهب الصالحون الأول فالأول ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله بالا، وفي رواية لا يعبأ الله بهم شيئا. والذي بعده حديث أنس. والذي قبله. أحسنت. عبد الرحمن. وعن بجالة بن عبدة قال: أتانا كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل موته بسنة: فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس. ولم يكن عمر بن الخطاب أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف. الباب الذي فيه باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب.